اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج صباح الشرقيه، كل الهلا بكم نورتونا. رحب بضيفتنا الجميله هيفاء، مساء الخير. صباح الخير. شنو مساء صباح الخير؟ ما قالوا لي تعالي قعدي واحكي. يعني يلا يبني يبني تفضلي تفضلي. قدم مكاني؟ لا 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 نتبادل لا 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 كافي. شنو قاعد فولدر بالحاسبه. يلا اي. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. اهلا وسهلا بك. مشاهد حسب بالي وياي، اسف مشاهدينا. اوكي اكيد. ضيفنا اليوم مثل ما شفتوا محمد قاسم الفنان الكوميدي. طبعا احنا تعمدنا انه نجيبه حتى نرسم الابتسامه على كل مشاهدينا وتكون حلقتنا جدا خفيفه. الله يسلمك. شلونك؟ بتشلبوا لها الطير خفيفه. الله يسلمك. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. شخبارك؟ الله يحفظك. الحمد لله. حنقضيها كل كوميديا اليوم؟ لا ان شاء الله اللقاء يكون ممتع. اكيد طبعا بحضورك طبعا. الله يسلمك. محمد، بداية نسأل بدايتك منين كانت ومنين بديت انت؟ والله بدايتي اكيد يعني بدايتي من اقعد الصبح اكيد. يعني بدايتي بالفن. اي بالفن. كانت بس العفو قبل البدايه. يلا اي اوكي تفضلي. اوكي نعرف بدايتك منين كانت وبيا سنه بديت التمثيل. والله يعني مثلت مسلسلات او ادوار مسرحيه او هيك شيء؟ والله انا بداياتي طبعا من خلال دخولي الى معهد الفنون الجميله، يعني سنه 97 دخلت الى معهد الفنون الجميله، ومن خلال المعهد بدينا نقدم اعمال مسرحيه. او بالبدايه طبعا تعرفنا على المسرح وطبيعه المسرح، كنا فقط كمشاهدين متابعين للاعمال. وبعدها من دخلنا للمعهد بدينا نتعرف على المسرح وبدينا نشتغل اعمال مسرحيه، ومن واستمرت تقريبا من 97 لليوم. يعني اول شيء مسرح؟ يعني تقريبا ما ادري قصة من 97 لليوم ما ادري، يعني قد امر الكورونا. اي خير من الله. اوكي. ومسلسلات مثلت؟ والله مسلسلات لا، يعني كومبارس، يعني شخصيات، يعني شخصيه بسيطه جدا بمشهد او مشهدين. يعني كان لي الشرف طبعا انه مثلت مسلسل في مشهد ونص. اي مو مشهدين، مشهد ونص، مع الاستاذ مع الفنان القدير والكبير الاستاذ قاسم الملاك. تحياتنا له. تحياتنا لك. شاركت في مسلسل اجى للبصره، عده مشاهد كان تصويرها يمنا بالبصره وشاركت وياه في وقت. زين. وشاركت ايضا بمسلسل حب في الهند بسوريا مع يعني عمالقه الكوميديا استاذ حسان دعدوش واستاذ مجدي ياسين في وقتها. ليش اختارت السوشيال ميديا تمثل بيها؟ لان بيها نسبه مشاهده عاليه؟ طبعا نسبه مشاهده عاليه، انه اخذت حيز حتى اكبر من القنوات الفضائيه اليوم بالمشاهده، على اعتبار انه موجوده بالتليفون وين ما تروح، اليوتيوب بالفيسبوك. فتوجهنا الى هذا المجال، واحنا بالبصره يعني نفتقد لوجود قنوات فضائيه كثيره او شركات انتاج ممكن يعني تهتم بهذا المجال، مجال الدراما او مجال المشاهد الكوميديه ان صح التعبير. فلجأنا الى هذه المواقع التواصل، والحمد لله حققنا يعني شيء طيب. زين انا عندي سؤال. اي تفضلي. اوكي. انا ما عندي الشخصيه اللي بالفيديوهات على اساس هو خالك، فعلا هو خالك لو شنو؟ لا تحياتنا تحياتنا لاستاذنا القدير، استاذنا كنا الاستاذ كامل الازرقي. هو فنان يعني قديم من السبعينات، رجل يمثل، وكنا احنا تعلمنا من تجربته بالبصره. وهو مو خالي بس شخصيته بالمشاهد يصير وكل المشاهد انه هو خالك. اي كلها خالي. تحياتي له طبعا وبقيه الشباب اللي يعني. الله يسلمك. زين محمد، المشاهد اللي او المواضيع اللي تختارها انت بنفس الوقت اللي يكون المشاهد محتاج لها، شلون تختارها يعني المشاهد؟ والله اختيارنا المشاهد يعني يكون دائما نركز على الحالات اللي تكون آنية وحدثية بالمجتمع اللي موجودة، يعني اللي تنتشر بالفيسبوك او بنشرات الاخبار. يعني ياخذ مساحة بالفيس او بنشرات الاخبار، مثلا كان موضوع سياسي نقدم عليه مشهد بشكل كوميدي، يعني لان احنا ضامنين التفاعل الناس وياه. ليش مثلت اكثر المشهد على التحرش؟ لا هو مو التحرش هو الزحف. اي على اعتبار انا زاحف. لان انت زاحف يعني صح؟ لا لاني ظاهره لاني ظاهره موجوده يعني بالمجتمع. فقلت لك مثل ما قلت قبل شوي انه احنا نسلط الضوء على الظواهر اللي موجوده والحالات اللي موجوده نقدمها بشكل كوميدي، فهذه واحده من عندها.
وبالتالي اعتقد انه هذا الموضوع يعني بمساحه من الكوميديا اكثر، فتعاملنا وياه باكثر من مشهد بهالشكل. اذا هاي الاشعار اللي تكتبوها بالمشاهد اللي تقولها اي من يكتبها انت؟ هاي الاشعار مثلا اتذكر من عندها مع المشهد الدواعش. اي لا شفنا حور العين، لا شفنا حور العين، لا شفنا جنه، طب الحشد والجيش تلاحق لنا. قاعد ايش قاعد. فهذه كل حضرتك انت تكتبها؟ انا اكتب المشاهد، اما بالنسبه للاشعار الابوذيات اللي تنوجد بالمشاهد هذه لزميلنا الشاعر سالم الدبيسي، هو اللي مختص في هذا المجال، بس المشاهد الكوميديه انا اللي اكتبها. زين هذا الكتاب وين ما راح انا اشوفه؟ هذا الكتاب هذا خاص يعني بالتحشيشات. تحشيشات؟ التحشيشات. هذا كتاب، هي مفكره طبعا. اي بس وين ما اروح هي وياي. اي يعني اي تحشيشه تجي على بالي حتى ما انساها واستفاد من عندها بكتابه المشاهد اسجل مباشره يعني. هسه حتى قبل لا شو اسمه من هذا المناقيش اللي جبناها. هم طريقنا مناقيش طبعا بالمناسبه. مناقيش ما ادري خبزه ومشفي عليها حليب ماشيني ما اعرف. المهم فسجلت هيك شغلات عنها. برنامج من الصبح شاشحتي ما تقولون شرقيه وي هيفاء انجمعه وشلون. زين محمد انا شفت انه انت عندك مقطع على اليوتيوب معلق رياضي وجايبها يعني خلينا نقول بالضبط. اي بدايه يعني ويا التمثيل تقريبا. انا من محبي للرياضه ومتابعه كره القدم بشكل عام، يعني ما عندي فريق محدد. علقت بعض المباريات، يعني دائما اعلق واصورها. علقت على دوري ابطال اوروبا بعض المباريات. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم أيها الأحبة في كل مكان. عشاق المستديرة هنا في ملعب سان دييغو برنابيو في هذه الليلة، ليلة دوري أبطال أوروبا، ليلة ينقسم بها العالم إلى نصفين. اللقاء المرتقب والموعود بين برشلونة وريال مدريد. ريال بكامل نجومه، برشلونة بكامل نجومها، من يفوز الله يستر. حلو. فكانت عندي تجربة بالتعليق الحمد لله يعني عجبت الناس. محمد انت خريج شنو؟ أنا والله خلصت معهد فنون جميلة، بعدها كلية بكالوريوس، وقبل سنتين الحمد لله أخذت ماجستير بالفنون الجميلة بالمسرح. حلو. أنت من سكنة البصرة؟ من البصرة. محمد بعد المشاهد اللي قدمتها واجهت انتقادات من الناس؟ والله شوفي هو يعني الفن بشكل عام يعني هو افتراضي، فبالتالي تكون يعني وجهة نظر الناس مو متساوية مختلفة. صحيح. زين يعني من شخص إلى شخص آخر، كل من حسب ثقافته وحسب وجهة نظره. فأكيد مثل ما لاقينا نجاح بالمشاهد أيضا نلاقي بعض الانتقادات يعني، وأكو بها بالفعل يعني تكون انتقادات في محلها استفادينا من عتب مشاهدنا يعني اللاحقة. فأكيد أكو انتقادات وأكو إعجاب. زين شخصيتك بالبيت كوميدية لو جدية؟ والله الحمد لله كوميدي ماشية الأمور. كوميدي. زي من تطلع للشارع وتشوفك الناس هم يعني تطلب من عندك مشاهد كوميديه او نكات؟ والله هي اكثر واحد يعني راسا فتح السناب وقال حشش. يعني شو حشش؟ طيب شو انا سويت؟ فتح السناب وقال لي حشش، لو فتح فيديو قال حشش. قلت له لا انا يعني بالنسبه لشغلي يعني مو دائما انه اكون بهذه الميزه الكوميديه يعني مثلا بالشارع او من مكان العمل، لا بس امام الكاميرا يعني خلال شغلنا ممكن، بس قدام الناس اللي يجون لا اقول له تابع المشاهد واضحك. قبل شوي ذكرنا انه انت شخصيتك بالبيت كوميديه لو جديه، فقلت انه انا لا كوميديه، بس ما عرفنا انت متزوج؟ متزوج نعم. وعندي طفله واحده ابنيه دانيه. حلو الله يخليه لك يا رب. ايش عمرها؟ 5 سنوات وجاي اشتغل وياها على التمثيل. على التمثيل يعني تكون والله يعني هي هسه هو كل طفل طبعا ينحب من خلال سوالف وحكي، بس هي لا جاي هيك قاعدها واسوي وياها حوارات وكذا زين تستقبل مستوعبه يعني مستوعبه اي وتتابع هي شو اسمه تشوف فيديوهاتك على اليوتيوب بالتليفون اي تتابعها. عندك مواقع تواصل اجتماعي يعني خاصه بك؟ هسه انا شفت بس يوتيوب بس اليوتيوب بالفيس موجود عندي صفحه واحده يا محمد قاسم، وعندي بيج كوميديا محمد قاسم موجوده بس هذني، واضافه لليوتيوب. زين محمد انت بالمستقبل شنو ناوي تسوي؟ والله ان شاء الله يعني بالمستقبل يعني القريب ان شاء الله ممكن ازرع شعر، وعندي وصله بالبيت ازرعها خس
شاء الله. شوف هاي يطلع قبل شعري لو الخس. لا قصدي المشاريع مشاريع المستقبلية على مستوى الفن يعني اي والتمثيل. بالضبط. والله انا يعني خليها على الله، بس المهم انه مركز بشغلي وانه احاول يعني ابقى ارسم الضحكه على وجوه يعني المشاهدين. يعني شوف هي اكو عروض اجت اكثر من عرض، لكن يعني لحد الان انا باقي على اليوتيوب، وعندي التزام يعني عقد مع مؤسسه المربد، فبالتالي مستمر وياهم. الاهم من هذا كله انه كنت بعد في قناه او على اليوتيوب، المهم انه المشاهد يستمتع باي مكان، يعني اقدم له شيء. انت غايتك انه يستمتع من خلاله، تفرح المشاهد. الحمد لله. هذا بغض النظر انه انت يعني توقع عقد ويا اي محطه او بغض النظر المهم انه المشاهد يستمتع بما اقدمه هاي يعني من غايتك خلال. خلينا نقول. نعم. هسه قبل لا نختم اريد مشهد كوميدي منك. وتعرفين شوف هو المشهد يعني سيناريو ينكتب وينعاد وهذا، بس انا شنو يعني دائما باللقاءات اللي اجي بيها رغم هذه القرعه اجيب وياي مشط. اي تفاجئتي مو؟ يعني شنو علاقه المشط؟ لا هذا مشط من نوع خاص يعني ما حد يعرفه. اي هذا دائما هذا شوفي هذا مشطي الكهربائي، طبعا ما كل واحد عنده مشط كهربائي، وهذا وياي وين ما اروح زين حتى ابقى احافظ على نيولوك. اي هذا لون نيولوك. زين جربيني شويه. لا جربي شو تنتل. لا تنتل. لا باي مال مكافحه شغبيه ماكينه شنو تنتل شويه نشط. احس ليش قاعد ترجع؟ ها لا هي هنا شوي اذا تاخذين هاي ادش منها بالنص. زين يعني فعلا انه وين ما تروح وياك هاي؟ اي وين ما اروح طبعا مشطي. وعندي جل بس نسيته. جل عندي جل نسيته. خليه على شعرك. اوكي محمد، طبعا نورتني ونور صباح الشرقيه واتمنى لك التوفيق في حياتك. الله يخليك، انا اشكركم على هذه الاستضافه، وان شاء الله نكون يعني كنا خفيف نظر عليكم وعلى المشاهدين ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا. لهنا مشاهدينا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تابعوني بحلقه قادمه مواضيع اكثر تجدد اكيد. مع السلامه. الكتاب بستان قطوفه دانية، وحزام أمان ينجو به الإنسان، وتشع أنواره وألوانه. الشرقية HD.